السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين. البارح ما تديوش عليا، راه دخلت عند هادوك الناس، عند داك العائلة، وما خرجنا حتى كان ظلام الحال. ما صلحليش باش نكمل معاكم التصوير لان الظلام ما كيبان والو، راكم كتعرفوا الجبل. ايوا وصافي ملي جينا للدار جينا عيانين، راكم عارفين ما قديت لا نصور ولا والو. المهم نوريكم شنو جبت من الجبل. ها نتوما هاي باون. بسم الله. جبت هاد هيباون، كاين هاد الحبات اللي شويه كبارين وكاين هادو اللي رقيقين. تبارك الله الخير الله، راه جبنا بزاف وذوقنا العائله حتى هما اللي، لان احنا كاملين هادو عائله، هذاك ولد عمنا وذوقنا خونا. المهم هذه هنا اللي كتشوفوا، هذه الثومه، هادو الوراق ديال الثومه، هاد الوراق ديال الثومه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ملي غادي نقي هاد الفول غنديرو يتبخر، وغادي ندير له التشرميله، نشرملو. كاين اللي كيقول نشرملو، كاين اللي كيقول نقليه. غادي نقطع هاد الثومه هادي نديرها مع التشرميله، عرفتي على نسمه جايه منها غزاله ديال الثومه هاكي. عندها صغيرة، لا هي صغيره ما تضيعيهاش، زوينه. المهم ها نتوما كتشوفوا يباون. شنو جبنا اخر؟ جبنا الخرشوف خرشف والخص. عرفتي تبارك الله، هاد الخص راه طبيعي، ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه. تبارك الله ما شاء الله، وكلشي منقي، نقيناه تما عاد جبناه. المهم هاد الخصيصات هادو هما نحطهم هنا حتى هادو. الله يخلف عليه، الله يكثر خيره ويخلف عليه. تبارك الله هاد يباون هادو راهم تبارك الله. غندير منهم واقيلا جوج كساكس غادي ندير منهم. هذا الخرشوف كلشي طبيعي، ما كاين حتى شي حاجه فيها الدواء. شوفوا تبارك الله. عرفتي هذا فيه الشوك، هذا الخرشوف فيه الشوك من داك النوع اللي كيكون مشوك. شوفوا تبارك الله الراس ديال الخرشوف قداش، شوفوا شحال فيه ديال الشوك، شتي قداش راس. دابا هذا واقيلا غير راس واحد ديال الخرشوف، واقيلا عطى هذا الشيء هذاك جوج ريوس. ها هما كيبانوا لي جوج ريوس هادو، عطاو هاد الكميه هذه تبارك الله كامله. مكتبه لكمش نشوف هيدا دابا كيبان. قلت لكم هادو غير جوج ريوس. شوف تبارك الله هاد الراس قداش، وهذا الخرشوف كي قلت لكم مشوك يعني بلدي ولا ما نعرف. المهم اللي فيه الشوك جوج ريوس عطاو هاد الكميه هذه تبارك الله ديال الخرشوف وطري. يعني كلشي طبيعي. ايوا هاد الشيء اللي كاين البنات، قلت لكم الله يكثر خيره الله يخلف عليه، يجعل له في ميزان حسناته ويعطيه صحته مسكين باش يقد. راه حتى هو كيخدم في داك الارض، كيضرب عليها تماره. المهم هذا الخرشوف، الخص، الثومه والإباون. تبارك الله ما شاء الله. غنوريكم الشيبه. شوفوا شحال ديال الشيبه. هذه الشيبه اللي زولت في الاول،
هذه الشيبه اللي زولت المره الاولانيه، هي تبارك الله ما شاء الله. وليت منين مشيت لعند الارض اللي فيها يباون اللي فيها الفول عاود زولت هاد الكميه هادي. راكم شفتوا الشجر ديال الشيبه تما قداشنا هما الغرس ديال الشيبه، الشجرات كبار تبارك الله. ودائما ملي تمشيو لشي بلاصه تزولوا الشيبه تبقاو تزولوا هذيك الراس اللي كيكون طالع الفوق في الراس ديال الشجره، كتكون قايسه الشمس، كيكون بزاف ديال الحاجات علاش يمكن لكم تزولوا من الفوق. المهم دائما زولوا من الفوق، ما تزولوش من الجناب اللي حانين. ايوا صافي هادشي اللي كان. عرفتي هادشي باش غندير بها دابا منين تكون عندكم الكميه الشيبه بحال هذه. المهم هاد الهضره كنقولها للناس اللي كيبغيو الشيبه بحال دابا فصل الربيع. انا سمعت كيقولوا دكاتره اللي هما مختصين في هادشي كيقولك منين يفوتي هادو فصل الربيع ما توليوش تشربوا الشيبه. والناس اللي كتعجبها الشيبه بحال دابا في ملي كتمشيو كتاخذوا الشيبه بزاف من شي بلاصه هايده ماشي ضايعه ولا، كنجيبها كنقي هادو اللي كيكونوا فيه هذاك الصفرين، شي وريقات صفرين شي وريقات ما صالحينش، كنقيها كامله. هنايا لقيتو لي البنات الشيبه. هذه هي الطريقه اللي كندير لها. دابا كناخذ الشيبه كنحيد لها هاد الوريقات هادو اللي صفرين وكنديرها في الباطه. هنايا كنرتبها كامله في الباطه، ما كنغسلوهاش دابا ما حتى حاجه، دابا غير نقيوها. عرفتي شنو الفوائد اللي في هاد الشيبه؟ الفوائد الصحيه. عرفتي راه ملي كتبقى كتسمع والله الا كتقول سبحان الله العلي العظيم، ربي عطانا كل حاجه فيها الدواء. المهم كنقيو هاد الشيبه هادي وكنديروها في هاد الباطه. مؤخرا سمعت بان هاد الشيبه الى الله يحفظ شي واحد فيه داك المرض الخايب، اللي عنده المرض الخايب الله يحفظ والله ينجينا وينجيكم منه، غتاخذوا هاد الشيبه وغادي تعملوا مثلا هيدا واحد جوج عايشين، كتغسلوهم مزيان بالماء سخون ومن بعد كتخليوهم شي في الماء سخون بزاف، كتغسلوهم هيدا كتحطوهم شي كويس وكديروا الماء طايب غليان وكتكبوه عليهم وغطيو داك الكويس وخليوه يرتاح واحد شويه. منين تحسوا بالشيبه صافي طلقت المفعول ديالها وداك الماء يكون صافي على قد الجهد اللي غنشربوه، كتشربها 3 المرات في النهار، يعني 3 الكيسان في النهار تشرب هاد الوصفه هذه. كيقول لك زعما على حساب الابحاث ديالهم وعلى حساب شنو كيقولوا الناس اللي كيعرفوا في الطب، قال لك زعما راها لقاوها كتعالج المرض الخايب. ايوا المهم انا غير سمعت وكنقولها لكم، اللي ما سمعش المعلومه يسمعها وصافي والله ينجينا وينجيكم وينجي جميع الامه سيدنا محمد، يشافي جميع البشريه وينجي جميع البشريه. هذا اللي كاين صافي. المهم ملي كتنقيو هاد الشيبه هيدا كنديروها في الباطه ديالها وكنخبعوها في الفريغو، يعني في الفريغو في المجمد كونجيلاتور كديروها تما وكتخليوها. هذه تبقى لكم على دور العام. هذه الناس اللي كيبغيو الشيبه. كاين شي ناس ما غاديش تكون كتعجبهم الشيبه، غادي يقول لك مال هذه شنو كتخربق، ولكن اللي كيبغيو الشيبه وكيبغيو شي حاجه يعني طبيعيه راها كتبقى مزيانه. كديروها في الفريغو وكل ما كتحتاجوا الشيبه واخا يكون فات الوقت ديالها غادي تجبدوها، غتكون هي مجمده، غادي تجبروها يابسه. غتاخذوها هيدا تاخذوا جوج عريشات يابسين غادي تعملوهم في شي كويس ديال الماء وغتكبوا عليهم الماء طايب وتحركوهم هيدا غادي نطلقوا. غادي ترجع الشيبه بحال لي يلاه زولتيها دابا عاد من الشجره صافي، وغادي تعمروا بها البريرد ديال الاتاي ديالكم. وهاد البواطه كتزولوا منها القياس وكتخليو هذا كتردوا هذاك الساعه للمجمد، ما تخليوهاش على برا من المجمد لان الا خليتوها غادي تذوب ولا بقات حتى دابت صافي خصكم ترميوها. كنجبدوا منها غير القياس اللي بغينا وكنوليو نشدوا هذه ونردوها في المجمد عاد نرجعوا نكملوا برادنا. ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم، معلومه كنتمنى من الله اللي ما عارفهاش يعرفها.
ايوا وهنايا راه هادي غادي نديرها في الكونجيلاتور. هاد الخس راني درتو هنا في الميكات ديالو، غنديرهم في الثلاجه. وهاد الشيبه خليتها هي اللي غادي نشربو منها دابا، وغادي نذوق منها عاود شي حد. وكيف ما قلت لكم ملي كنت في الجبل، اللي بغى الشيبه يجي، اللي بغى الخرش يجي، اللي بغى يباون يجي. هاني غسلت هنايا هاد الفول راني غسلته وغادي نبدا نقيه. شنو اخر نسيت؟ ما وريتكمش اللبن، وريتكمش اللبن. ها نتوما، ها اللبن، هاد البيدونه ديال اللبن. حنا جبنا جوج بيدونات، وحده عطيناها لواحد السيد ديالنا حتى هو، وهذه جبناها لينا وراني شربت منها. عرفتي انا كنحماق على اللبن، كيف ما دخلت بديت كنشرب منها. دابا ملي جيت وانا كنشرب منها من البارح حتى دابا الصباح كنحماق على شي حاجه سميتها اللبن. شكون عشاق اللبن؟ ايوا هادشي اللي غادي نقول لكم دابا. ها نتوما معايا غنكمل هادشي هذا.